ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم مشتركاتي الغاليات، نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة جيدة يا رب. أنا في نعمة والحمد لله، ربي يدوم عليا وعليكم إن شاء الله. بالنسبة للفيديو اليوم راح نشارك معكم أفكار بسيطة لسهرة مسائية بأشياء متوفرة في كل بيت، مشريت والو من برا، كل شيء تقريبا من الدار بتكاليف صغيرة وبسيطة. يعني باه تعرفوا بلي أي حاجة صغيرة تقدري تكسري بها الروتين وتغيري الجو في الدار. وتاني كاين عفايس من غير كسر الروتين، من غير سهرات خرجات وكامل، كاين بزاف عفايس تقدروا تكسروا بهم الروتين. وهاد العفايس راهم رايحين يبنوا الحب بزاف ما بيناتكم. اذا على بالي كاين بزاف بنات ممكن يكونوا ضد هاد الافكار، ونقول لك كيما كاين اللي يديروا هكا كاين اللي ما يحبوش يديروهم. اذا اول حاجه راح نبداو بالكيكه تاعنا لنهار اليوم. كما شفتوا درت البيض، انا راح نستعمل في البيتخا باش درجة الخلط تاعو تكون قوية والبيض تاعي يطلع بالخف. عندي 8 مغارف سكر، سكر عادي يعني، ونخلطو مليح حتى يتولي عندنا شغل انموس بيضة، يطلع البيض تاعنا مع السكر مليح. اذا كما قلت لكم كاين بزاف عندهم نظره بلي الراجل الجزائري ماشي رومانسي وخاطيه هاد الامور والسهرات، وخاطيه انه يعاون مرته في الدار، وخاطيه انه ممكن يوجد لها سهره. بصح نقول لك الطفل كما ربيتيه هو الراجل كما ولفتيه. هي كاين صح بزاف اللي يديروا كما حنا، كاين بزاف يعني رجال يديروا اكتر من نساء، وكاين العكس. اذا باش ما نخلطوش تاني بين الوصفه والكلام، راكم تشوفوا كيفاش طلع لي مليح البيض تاعي مع السكر. البيتخا هنا راهو رايح يساعدكم بزاف بزاف باش يطلع لكم البيض تاعكم. اذا دوك نوريلكم الخليط اللي تحصلنا عليه. شوفوا البيض تاعنا كيفاش طلع مليح مع السكر. هذا هو الخليط اللي هذا هو القوام اللي حبيت اني نوصل ليه. ايضا تقدروا تستعملوا باتور عادي. اذا هنا عندي 8 مغارف فارينه، اذا تقدروا تحرقوا. عندي رشه تاع الفانيليا. اذا ما استعملوش الخماره، ما تقولوش نستعملوا نص غرفه ولا شويه ولا ربع. الخماره ايفيتيوها قد ما تقدروا. اذا نشوفوا نبدا نحرك الفارينه تاعي باش تطلع من تحت للفوق، لكن دوك نحطها باش نضربها في الخلاط حوالي دقيقه فقط، باش ما نخلوش فارينه تاعي ما هيش مخلطه مليح. اذا الخلاط راهو رايح يعاونها حوالي دقيقه فقط، ونحوها باش نضمنوا باللي الخليط تاعنا راهو رايح يجي املس ما فيه حتى حاجه. اذا ما نفوتوش دقيقه. هاوليك الخليط تاعنا. اذا نشوفوا كيفاش تحصلوا على خليط بزاف شباب املس يسخف. اذا الا خفتوا نتوما خفتوا تقولوا بلي ما تخلطش مليح ولا حاجه، تقدروا تغسلوا يدكم برك وتخلطوا بيدكم من تحت الفوق وتشوفوا. اذا هنا جبت بلا تاعي، درت فيه بابي كويسو، راني راح نفرغ الخليط تاعي هكا بشكل متساوي ونشكله. ما تقولوليش ما عندناش بابي كويسو، ما نقدر اذا كان كاش حاجه نقدروا نعوضوه. ولا بابي كويسو في هذه المرحله مليح بزاف، راه رايح يساعدك. اذا نفرغ الخليط تاعي كامل ونحاول اني نستويه على مهله، نديرو طبقه واحده كما راكم تشوفوا. نهبط الخليط تاعي كامل ومن بعد نستفو. اذا كما قلت لكم كاين بزاف انواع تاع الرجال اللي يديروا عفايس يفرحوا بهم الزوجات تاعهم. قلت لكم قادر ما يحضر لكش سهره، بصح كاين يكون التعبير تاعو مثلا يتهلا فيك، يديك لبرا البحر مثلا، يديك يعرضك العشاء، يشري لك كادوات. المهم الجاست خير من كلش. وكل واحد
يفرح التاني بطريقة مميزة وحركة بسيطة تخلي مفعول كبير وتقوي العلاقة بيناتكم. ماشي لازم ديروا حاجة كبيرة، من داك عفايس خفاف هذا مكان، ماشي حتى تحوسوا تكلفوا رواحتكم او حاجة هكذا، لا لا، يعني بحاجات خفاف تقدروا تخلقوا جو وتكسروا الروتين كما قلنا. وعلى بالنا باللي اي وحده فينا تحلم بحياه زوجيه سعيده وهادئه، ما كاش وحده ما هيش حابه هاد الحياه. واكيد اللي تحب حاجه من قلبها وتعول عليها توصل ليها برك شويه تاع الذكاء وهي وصلت وين راهي حابه. خاطرش الحياه الزوجيه تاعنا لازم لها تخطيط، لازم لها مسار، لازم لها تكتيك. اذا نشوفوا راح نخبطها هنا كاين فيها شويه فقاعات، نخبطها باش يروح الفقاعات هذوك وندخلها الفرن على درجه 180 حوالي 12 الى 14 15 دقيقه حسب الفرن تاعكم. انا الفرن تاعي يشعل الفوق والتحت، ياخذ معايا حوالي 12 دقيقه هكاك يتحمر مليح. اذا بعد ما ديتو الفرن هنا عندي كيله تاع واسمها قولوا لي راح لي اسمها، كيله نتاع كريم شانتي ومع كيله تاع الماء بارده نحطهم مع بعض. كريم شانتي ماذا بيكم ديروها شويه زايده على الماء، وعندي ملعقه او 2 كبار تاع مسحوق الشوكولاته وشويه لاروم تاع الشوكولاته، نخليها تطلع مليح، نخلطهم كامل مع بعض نخليها تطلع مليح حتى نتحصلوا على الكرام ثقيله وشاده روحها. هكا نخلوهم يتخلطوا حوالي 3 دقائق الى 5 دقائق حتى تطلع معنا مليح. اذا في هذه المرحله نعاودوا نرجعوا للموضوع تاعنا. كما قلت لكم العلاقه الزوجيه ممكن يهدموها اشياء، ممكن يبنوها اشياء. العلاقه الزوجيه وشنو هي الحياه، الاشياء اللي ممكن تهدمها، اهم الاشياء اللي تهدم العلاقه تاعنا هي الانفعال، القلق، الغضب. ابسط شيء، ابسط حاجه، ابسط شيء احنا نتقلقوا منه ونغضبوا منه ونديروا رده فعل كبيره من واش صرا. لهذا نحاولوا نتجنبوا كامل هاد الامور ونعوضوها بالصدق، الاهتمام، التفاهم. كما شفتوا هاي ليك الكريم شانتي تاعي اللي تحصلت عليها، شوفوا كيفاش راهي شاده روحها ما تهبطش كامل. هاد القهوه بزاف مليح. كما ايضا قلت لكم كاين مثلا امور او نصائح لازم كل وحده فينا تكون تعرفهم وتطبقهم وراح تحصل ان شاء الله على الحياه اللي راهي حبتها. اذا الجينواز تاعي بعد ما طاب هاوليك جبدته. شوفوا علاش قلت لكم بابي كويسو تاعنا راهو رايح يعاوننا مليح. شفتوا كيفاش تنحى معنا فاسيلمون. شوفوا الجينواز تاعنا كيفاش جا رقيق، جا الطيب تاعو جا هايل، نلعب به كيما نحب، جا خفيف قطني ما شاء الله. اذا هنا تحبي نتي تدي المول اللي عندك، انا ما كانش عندي مول هكا مستطيل ولا كانوا عندي كاري وقلب، بصح جاو كبار بزاف على هادي صافي ما تكفينيش ولازم لي مكونات جديده، وانا هذا واش كان عندي في الدار قلت معليش نغتنمها وخلاص. قطعتها هكا شكل مستطيل وقلت نديرها شكل طويل وخلاص. المهم باش ما تروحش الفكره من راسي وما ما تروحش خساره هكاك. اذا هنا كنت جبت شويه تاع حليب، درت له شويه تاع اروم تاع الشوكولاته، ونبداو نشربوا في الكيكه تاعنا، ومن بعد نحطوا طبقه كريم شانتي، ومن بعد نعاودوا نحطوا بسكوي مره اخرى ونشربوا حتى النهايه. هكا يعني الصوره راهي توضح باش انا نكمل لكم في الموضوع اللي كاين بزاف بعثوا لي في الانستغرام في الفيسبوك قالوا لي كي يشوفوني نحط ستوريات هكا وكامل ما شاء الله قولوا والله احد يعجبهم الحال، يقولوا لي يعجبونا منشوراتك، يعجبونا اسلوب تاعك في الحياه، اعطينا نصائح. يعني قلت نحاول اني نعطي لهم افكار من تجاربي وايضا تجارب بعض الاخوات، واللي نتمنى ان شاء الله انهم يستفادوا بهم. كما قلت لكم مثلا ابسط حاجه هاي ليك، ها هي معاكم الصوره تعبر. شوفوا ما حبيتش برك نخسرها وكي جات في بالي ندير سهره، ما حبيتش ندير مثلا الاسباب وما عنديش المول هكذا وما عنديش هكذا، لا لا، ها فكره بسيطه برك وانتي درتي واش راكي حابه.
اذا كما قلت لكم كاين بعض الاشياء اللي لازم نغمضوا عينينا عليهم، وكاين اشياء اللي لازم تحلوهم سور بلاص. كاين ما تخلوش المشاكل يتراكموا عليكم. مثلا ما لازمش ترقدوا وانتم بيناتكم مشكله، حاولوا انكم تتصالحوا، اعرفوا وين راه الخلل. الحوار اهم نقطه، اهم نقطه لعلاقتكم هي الحوار. لازم تتحاوروا، ماشي هذا يشد في قلبه هذا يشد في قلبه، ومن بعد غادي يتراكموا مع بعضهم وتولوا تنفروا من بعضاكم. والسكوت على بالكم يشبه الموت البطيء. سيو تحاوروا بيناتكم قد ما تجيكم الفرصة، تحاوروا بيناتكم. ايضا لازم تكونوا منطقيين بزاف، سورتو المرأة. كوني منطقية، كوني صريحة. مثلا ما تطلبيش من الزوج تاعك اشياء تكلف فيه اكتر من واش عنده. ما لازمش عليه يحقق لك اي حاجة راهي تجي في بالك يحققها لك، يدير لك حاجة اللي يقدر عليها وخلاص. اهم نقطة الصراحة، الصراحة اهم نقطة، اهم حاجة لازم تكون بيناتكم. ايضا تاني توش راح نقول لكم، جامي تقارني راجلك بغيره. كل واحد عنده ايجابيات، كل واحد عنده سلبيات، والكمال لله. وهذا هو الراجل اللي انت خيرتيه من نهار الاول، وهذا هو الراجل تاعك اللي راكي راح تكملي مع حياتك. يعني غمضي عينيك وديري اللي تقدري عليه باش تعيشي حياتك هانية. ايضا حافظي على حياتك، حافظي على نظافتك الشخصية. تهلاي في ولادك، تهلاي في بيتك. راجلك البيت تاعو هو المملكة تاعو، تما وين راح يصيب راحته. ما عنده بلاصة، حتى بلاصة وين راح يصيب راحته ابار البيت تاعو. يعني وفري له الشروط كامل تاعو اللي يحتاجها. احترمي الاهل تاع الزوج تاعك، غمضي عينيك على جال الزوج تاعك. ديري روحك ما شتي ما سمعتي ما شتي، على بالي بلي صح توجع بصح على الوجه. لازم لك في هذه النقطة، لازم لك الصبر، ما لازمش تقلقي على اتفاه الامور. لازمك تكوني رزينة، تقلي روحك. وكما نقولوا على وجه الرجل تاعك هذا ما كان، على جال الوجه تاع الزوج تاعك جوزي. ومهما يكون هادو والديه وهذه عائلته، ما كاش كيفاش تحطيه في الامر الواقع وتاع يخير بينه وبينهم. هذه كامل نحوها من بالكم. لازم الوحده تكبر عقلها، ما كاش منها نتاع يا انا يا داركم يا داركم يا انا. هذه النقطه كامل نحوها كامل من بالكم، ماشي تغمضوا عينيكم عليها ولا نحوها كامل من بالكم. اذا كما شفتوا كملت الكيكه تاعي، غلفتها كامل بالكريم شانتيه. دوك نجي نستف لها الاطراف تاعها، يعني كما راكم تشوفوا الصوره راهي تعبر. ايضا نرجعوا لاهم النقاط تاعنا. جامي في حياتك يصرى اي مشكل، تكوني هانيه ولا ماشي هانيه، ما تسمحي حتى اي واحد يدخل بينك وبين الزوج تاعك. مهما يكون والديك والدي، خوك صاحبك صاحبتك صاحبه، ما تخلي حتى واحد يدخل بيناتكم. مهما يكون كما نقولوا الشفايه اكثر من العزايه. هذا مثل صح كاين منه. حلوا مشاكلكم بيناتكم، جامي تدخلوا واحد في وسطكم، على خاطر اذا دخل ثالث بيناتكم راكم نتوما اللي فتحتوا له الباب. ايضا عندك الغيره المقارنه والشك من اخطر الامور اللي راهي رايحه تعيق العلاقه تاعكم، وتدخلوا في الجو هكا واحد يكره من الاخر. تبدا تقارني فلانه 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 فلانه. نحيها عليك، عيشي قيسك، عيشي بواش عندك، عيشي اي حاجه عندك افرحي بها، اقنعي بها، احمدي ربي عليها صباح وعشيه. لانه مهما تشوفي مهما تدوري ديما اخزري لتحتك، ما كيش راح ديما خزري لتحت عليك، ما تخزريش للفوق عليك. اذا نجي النقطه هذه هنا عندي بدات باطا شوكولا تاع مونا، درت لها حوالي 200 مليلتر كريم فريش، ذوبتهم ونجو نديرو الغاناج تاعنا. اذا بعد الكيكه تاعي حطيتها في الثلاجه حوالي 3 سوايع قد ما تجمد مليحه. يعني حطيتها وكنت فرزت الحاله كامل ورحت تكيت شويه ومن بعد باش نوض كملتها. اذا كما قلت لك الغيره والمقارنه نحيهم من مخك ونحيهم من طريقك كامل، لانكم راكم رايحين تدخلوا في جو تاع الاكتئاب تاع الكره. وماذا بك تحافظي ديما على رجلك والحب اللي بيناتكم. ايضا خلي شويه خصوصيات، خلي خصوصيات بيناتكم.
ما تدخليش في كامل الامور تاعو، ما تخليش عندكم هكا زعما مثلا وين رحت وين جيت، خلي له حريه تاعو، وانت ايضا خلي خصوصيه تاعك. انت ما تضغطي هو ما يضغط، انت ما ترخي هو ما يرخي. ما تخليش عندكم ديما نفس الروتين، وحاولي تغيري مره على مره، ماشي مره وماشي زوج. وهذه هي، وكلش راهو عفوا، وكلش تصيبوا حل ان شاء الله. اذا كما نقولوا المختصر المفيد، كوني انتي كلش في حياة الزوج تاعك. ديري في بالك باللي هذا هو الراجل اللي راح تكملي معاه حياتك، وديري في بالك باللي الراجل تاعك هو المستقبل تاعك، وهو الحاضر تاعك. ما عندك ما تطلعي ما تهبطي، هذه هي حياتك. ما تقارني كما قلت لك ما تقارني روحك ما حتى حاجه. اذا المختصر المفيد، ديري في بالك الراجل مهما كان قوي مهما كان خشين، اقل كلمه صغيره وشابه راهي رايحه تفرحه. وديري في بالك ايضا باللي الزوج تاعك هو الحاضر والمستقبل تاعك. حافظي عليه وعيشوا في حياه وسعاده، وربي يهني كل وحده، وربي يرزق كل وحده ان شاء الله برنص ستر ويحقق ما راهي في بالها. اذا كما شفتوا كنت لبست الرحاب وجدتها ما شاء الله اللهم بارك. لبست لها كما تقول هي امي لبسي لي فستان لبست لها فستان، درت لها التاج، تهليت في بنتي العزيزه. وآلاء مسكينه كانت راقده معليش، قلت كي تنوض تلحقنا، الا ما ناضت الا ما ناضتش خليها معليش. اذا هاي ليك الكيكه تاعنا بعد ما وجدتها، بعد ما درت لها الكاناج هذاك، حطيتها مام هي حكمت روحها شويه، ومن بعد شبحتها بكرام شونتي وحبات تاع رافايلو كانوا عندي في الدار. قلت لكم اي حاجه درتها كانت عندي متوفره في الدار. هذه هي الطابله تاعنا، درت وجدت لاتاي، يعني انا طيبته هو جا لازم على بالكم لاتاي لازم له القوه، لازم هو يخدمه من يطلع من يهبط منه باش تخرج لنا هذيك الرغوه. وصيته جاب معاه برك شويه مكسرات، هذا ما كانوا خاصيني. خدمت الفوشار في الدار، رحاب تحبوه وحنا تاني نحبوه، المايز كما نقولوا. وقلت لكم درت ثلاثه، وهذه هي حاجه صغيره حاجه بسيطه. هي لك رحاب فرحت ما شاء الله، باباها فرح، والعقوبه الاله ان شاء الله تنوض. انا ايضا انا تاني كنت لبست، ما قدرتش نصور لكم واش لبست، لكن المره الجايه كي نلبس حاجه واحده اخرى نصورها لكم. اذا هاي ليك الكيكه هنا بعد ما وجدت راني قسمتها معاكم، تستاهل فمكم، جات بزاف بنينه بزاف خفيفه لعشاق الشوكولاته. انا من عشاق الشوكولاته صراحه، الشوكولاته والكراميل يمشوا لي في الدم هاي ليك الكيكه تاعنا كيفاش جات تشوفوها، شهيتكم في الجنه. جات خفيفه ما شاء الله، خفيفه ريشه وبنينه بنينه بنينه ومشربه مليح. شوفوا الطبقات تاعها لداخل كي شربتها جات هايله، ما جاتش ناشفه. هاي ليك حاجه خفيفه حاجه بسيطه ما مريحه بفرحت. وهي تاني تموفى تقول لي امي ديري لنا كيكه ديري لنا كيكه. كي تفرج التليفون تشوف بنات صغار هكا يطيبوا كامل، ما نحبش نخليها في خاطرها. وماذا بيا بنتي تعيش شبعانه الحمد لله، تعيش قانعه، نوفر لها اي حاجه نقدر عليها انا وباباها نوفرهم لها ان شاء الله. ربي يحفظنا ويحمينا ويخلينا صحتنا ويخلينا باباها اللي يدير لها قسطها ويشري لها اي حاجه تحبها. وربي يفتح على كل وحده بالذريه الصالحه، وربي يفتح على كل وحده بالزوج الصالح ويرزقهم برنص الستر ان شاء الله. وكما قلت لكم هادو كانوا بعض النصائح ان شاء الله تستفادوا منهم كما انا استفدت منهم. كما نقول لك الدنيا احنا الدنيا قراتنا، هذه هي رفيع القلم الدنيا قراتنا والواحد يعرف وين حط رجله هذا ما كان. هاي ليك الكيكه تاعنا، شهيتكم في الجنه. اذا كان هذا هو فيديو تاعنا لنهار اليوم، نتمنى انه كان نتمنى ان اذا هذا هو كما قلت لكم فيديو لنهار اليوم. عطله سعيده وي ليك هنا آلاء لحقت علينا، قلت لها روحي ندير معك فيديو خفيف باش تشاركي معنا المتعه. اذا الفيديو لنهار اليوم كمل، نتمنى انه نلاقيكم بفيديو الماجي بخير وصحه. الى الملتقى ان شاء الله، دمتم في